الأول. آخر مواجهة كانت قبل 7 أعوام في مدينة قادش في إسبانيا، وفاز آنذاك الأخضر السعودي. الفريقان دخل أرضية الميدان، ونستمع الآن إلى النشيد. ريان تدخل، لم ندخل في المباراة بعد مرور 19 دقيقة. أنيس حاج موسى لاعب فاينورد يتحصل على مخالفة غادة طبعا. أليكسيس غندوز يدافع أو حارس ضربة مؤذية الجزائر، بينما هنا كرة للمنتخب الجزائري ومخالفة. نعم صحيح، الحكم يعود إلى الخطأ، ترك الأفضلية في البداية ثم بعد ذلك عاد إلى الخطأ، وبطاقة صفراء ثانية لعبد الله الخيبري. في عرقلة واضحة على حسام عوار ومخالفة من مكان خطير. قلت هل سنشاهد الهدف الأول للمنتخب الجزائري في هذه اللحظات قبل اكتمال الربع الثاني من هذا الشوط الأول؟ بغداد ورياض. بغداد هو من سينفذ، بغداد منفذ. السلام على كرة، يا سلام على كرة مرت بجوار القائم الأيمن للمنتخب السعودي. شوف الكرة جاءت بهذا الشكل، لم تمر بعيدا عن مرمى نواف العقيدي. ركلة حرة مباشرة، لكن عادت للمنتخب الجزائري. حسام عوار، لكن الدفاع هنا جهاد الدكري في آخر لحظة يحولها إلى ركنية. قلت المنتخب الجزائري الدقائق الماضية. إسماعيل بن ناصر، الركنية منفذة في القائمة الثاني. البحث عن بغداد، بولجاح وعيسى ماندي وعوار، بينما هنا كرة ولكن في راية بتسلل على بولجاح. كرة التي يحبذها دائما رياض، التشويق والحماس والأهداف. منفذ التماس مباشرة طويل داخل منطقة الجزاء، المرة الأولى من ماندي ثم من رامي الزروقي، والانطلاقة من رياض محرز. ممتاز، يحضر الكرة على الجهة اليسرى لعوار. ممتاز عوار، المرور أمام علي المجرشي. كرة جزائرية عادت لرياض. شوف رياض هو اللي انطلق في الهجمة، وهو الآن على الجهة اليسرى، بينما ريان يكثر في المراوغة ويضيعها. حذاري من الانطلاقات السعودية الهجمات المرتدة الخاطفة لمصطفى ومصعب الجوهري. كرة سعودية، مصعب الجوهري الآن 1-2 داخل منطقة الجزاء. حذاري من هذه الكرات. ثم سمير دائما في تغطية. ممتاز سمير، لحد الآن واحد من أفضل لاعبين المنتخب الجزائري بعد مرور 35 دقيقة. نفذت الركنية في القائمة الأول. ريان يتدخل، ممتاز، بتوقع رائع من ريان آيت نوري. البحث دائما من جانب المنتخب على الانطلاقات السريعة، بينما هنا كرة لمجرشي والتغطية ممتازة من عيسى ماندي لريان، ثم بعد ذلك لزين الدين بالعيد. كرة جزائرية، شوف الضغط على حامل الكرة حسام عوار، واضطر لإرسالها بهذا الشكل لرياض محرز. يحمل الكرة بشكل مثالي ويتحصل على مخالفة. قائد المنتخب محمد كانو ما وصلش عليها، عادت لرياض محرز. هذه كرة جزائرية لو وصلت لحسام، كرة قطعها الدفاع السعودي، عادت لمصعب الجوهري. حذاري من الانطلاقات هناك على الجهة اليسرى حيث يتواجد سالم الدوسري. يتقدم سالم وحده أمام مجموعة من اللاعبين، يبحث على 1-2. كرة سعودية والتصويبة، تدخل لحسن الحظ ممتاز من قندوز. شوف 1-2 بين صالح أبو شمعت، قطعت لإسماعيل بن ناصر. كرة جزائرية، تقدم إسماعيل وحده أمامه المساحة. إسماعيل وحده، إسماعيل ينتظر في ريان أو عوار. وصلت لحسام ثم لرامي الزروقي، لحسام أو لبن ناصر، يغير اتجاه الكرة. ممتازة لي ملك الكنترول كما يلقب هنا في السعودية لأنيس حاج موسى. كرة جزائرية، على كرة، يا سلام من أنيس حاج موسى، بصعوبة يبعدها الدفاع السعودي.
إلى الركنية. شوف التدخل هنا ماندي وربما عن سمير شرقي. هل سيفعلها عيسى ماندي وزين الدين بالعيد القادمون من الخلف؟ المدافعون منفذة في القائم الأول يتدخل المنتخب السعودي والدفاع ومخالفة يقول الحكم لمصلحتي عبد الله. ملعب الإنماء بينما هنا بغداد بنجاح ينجح في استخلاص هذه الكرة. كرة جزائر لرياض محرز قد يكون الأول. رياض إلى الركنية. كرة لصالح المنتخب الجزائري ولكن الحكم يقول ركلة مرمى وليست ركنية مثل ما طالب رياض. كرة خطيرة. شوف هجمة سريعة خاطفة. نعم كرة ثم للدوسري كانو الدوسري ثم لمصعب الجوهري. قطعت جزائرية ممتازة بلمسة واحدة من عوار إلى إسماعيل بن ناصر ثم إلى ريان أيت نوري. دقيقة واحدة عن نهاية هذا الشوط الأول. الحكم لن يضيف وقتا طويلا وقتا بديلا ويصفر نهاية هذا الشوط الأول. شوط أول يمكن أن نقسمه على فترتين تقريبا 20 أو 25 دقيقة أولى. 20 دقيقة أولى كانت السعودية سيطرة وتقدم استحواذ على الكرة. لريان يبحث عن مرور عن مساحة عن تقدم عن مراوغة ولكن 1 2 3 قد لا تنجح يا ريان وخسرتها ومخالفة لمصلحة المنتخب السعودي. إفريقيا التي ستنطلق يوم 21 من ديسمبر المقبل. الخضر نتمنى أن يكون دخولهم قويا. نتمنى أن يتوجوا بالكأس القاري مثل ما فعلوها في عام 2019 وأنس حاج موسى في هذه الكرة. هذه الكرة التي يحببها الجناح الجزائري ممتازة. انذار أول للمنتخب السعودي من الجناح أنس حاج موسى بمجهود فردي رائع. تلاعب بمدافعي المنتخب السعودي تلاعب بمحبوب ثم بعد ذلك عادت للمنتخب الجزائري. كرة جزائرية طبعا هيرفي رونار جرب المدافعين المحوريين في الشوط الأول محمد باكور وجهاد الذكري ثم استبدلهما مع بداية الشوط الثاني. قلت بأنه هذا الامتحان اختبار للمنتخبين الشقيقين المقبلين على المنافسات القادمة. المنتخب السعودي سيشارك في كأس العرب بعد أيام بدولة قطر. المنتخب الجزائري الأول بالتأكيد سيكون على موعد مع كأس إفريقيا. وصلت لريان. المنتخب الجزائري دخل بشكل ممتاز الشوط الثاني. ريان لعوار لكن 1 2 لم تصل لريان. عادت السعودية. قندوس هداري من الضغط العالي للمنتخب السعودي. حاولت الخروج بالكرة تماس يقول الحكم للمنتخب لا هي للمنتخب الجزائري ولكن قال للمنتخب السعودي مخالفة على فراس البريكان مهاجم نادي أهلي جدة زميل رياض محرز في نادي الأهلي. فيه مخالفة لحسن الحظ أن المخالفة الجدار البشري أمام كرة مصطفى الجوهري. كرة سعودية للمرة الأولى على مرتين وهذه المرة كرة فوق المرمى. جاءت أنيس بالكعب ممتازة ثم إلى رميز ولي عوار. انطلاقة جزائرية. هذه كرة تمهيد تحضير على الجهة اليسرى إلى الركنية ممتازة. الكرة جاءت من الخلف من عوار ثم إلى ريان والتوزيع أدوار الربط وأيضا صناعة اللعب. بينما هنا كرة الانطلاقة من السعودية من محمد كانو خطيرة. هذه الكرة سعودية جاءت من محمد كانو تصويبة فوق المرمى. كان وحده انطلق وجاء من الخلف على الجهة اليمنى. هداري من الهفوات الدفاعية خاصة من جهة ريان. هيد اثنين بينه وبين أنيس بالقدم اليمنى. هذه المرة يغير اتجاه الكرة إلى
حسام عوار، انطلاقة حسام فيه لمس يا سيدي الحكم، ولكن الحكم اعتبر بأن حامل اللقب في 3 مناسبات، بينما هناك كرة جزائرية لو مرت كرة عوار. ممتاز أداء المنتخب الجزائري، بينما حدانا من الانطلاقات السريعة البريكان، على تدخل رائع، ممتاز بالعيد، ممتاز التوقع والتدخل والتغطية في الكرة الماضية. شوف كيف تدخل. طبعا لما نتحدث عن الإطارات الجزائرية أيضا نتحدث عن المدرب نور الدين ولد علي الذي يدرب منتخب اليمن، بينما هنا كرة جزائرية، البحث عن تصويبة من أنيس حاج موسى. المقابل هناك تقدم للمنتخب الجزائري، طبعا نسبة امتلاك الكرة مع نهاية الشوط الأول والتغطية في مخالفة. نعم في مخالفة، قرارك سليم هذه المرة سيدي الحكم وليد أو عبد الهادي الرويلي على بالعيد. مسكن واضح أدوار دفاعية وهجومية، بينما الهجوم هنا للمنتخب الجزائري. كرة لأنيس، يا أنيس ضاعت، ليس بهذا الشكل تلعب الكرة يا أنيس. كان بالإمكان أن يمرر لبغداد بنجاح اللي طلب الكرة وجا من الخلف. شاهدوا تمريرة ممتازة، زين الدين يرسل الكرة إلى أقصى اليمين، ممتاز مراقبة الكرة والكنترول والمراوغة من حاج موسى. ممتاز المرور دائما لرميز الزروقي، ضيعها رميز. ريان آية نوري وصلت لي حاج موسى، يتقدم حاج موسى، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الوطني الجزائري. المهارة تصنع الفارق. الدفاع السعودي يقع في المحظور ويرتكب خطأ يكلفه ركلة الجزاء. قلت المهارة تصنع الفارق. حاج موسى المتخصص في الكرات الثابتة، رياض محرز في المباراة رقم 108 يتقدم لتنفيذ هذه الركلة أمام نواف العقيدي. رياض ونواف، كرة للمنتخب الجزائري، رياض والهدف الأول للمنتخب الجزائري. الهدف الأول للخضر، رياض محرز يضع المنتخب الجزائري في المقدمة بعد مرور 75 دقيقة قبل ربع ساعة على النهاية. فعلها الخضر، فعلها رياض هكذا تسجل الأهداف. ورياض كوز المباراة، ممتاز هذا المرور. بحثت الكرة عن أنيس، ولكن كرة إبراهيم مازا إباري، ثم لصالح أبو شمات. حداري من هذه الكرة للبريكان، كرة سعودية داخل منطقة الجزاء، حداري للدوسري وبوندي، ممتاز. سعودية على الجهة اليسرى، نواف بوشل داخل المنطقة، هذه كرة سعودية، حداري والانفراد ممتاز من قندوز، ممتاز. كرة كانت قريبة إلى هدف التعادل والانفراد. طبعا 1-2 وجد نفسه الدوسري في وضعية وجه لوجه أمام أليكس، ثم بعد ذلك إلى أنيس. نحتاج إلى كرة أخرى من كرتك يا أنيس، تقدم يا أنيس، يجيك رفيق بالغالي. أنيس نبحث عن تصويبة، عن مرور، الثاني للمنتخب الجزائري. يا لها من كرة ويا له من سيناريو. انطلاقة من أنيس رجل المباراة، يتقدم، يتوغل، يتلاعب بالدفاع السعودي، ثم بعد ذلك رفيق بالغالي البديل لاعب إلى فيرونا الإيطالي يسجل أول أهدافه مع المنتخب الجزائري. 2-0 صارت النتيجة قبل 5 دقائق. الخضر يتقدمون، الخضر يضيفون الثاني. أنيس، يا أنيس بلقطة